يوسف نصيري استخدم كل عضلة في جسمه، كل شيء، كل عصب في جسمه ليقفز بهذا الحد. انظروا إلى الارتفاع 90 سنتيمترا. رأسه كان يبعد عن الأرض تقريبا 278 سنتيمتر. فاقتنص الكرة ثم وضعها في الجول. جميل. يعني ليس رونالدو هو الوحيد القادر على القفز، لكن قفزاته ولا أحلى ولا أجمل، لأنه رونالدو. انظروا إلى قفزته في مباراة ريال مدريد مع مانشستر يونايتد. ارتقى بقدر 106 سنتيمترات، وكان ارتفاع رأسه تقريبا 293 سنتيمترا، يعني أعلى من قفزة نصيري ب15 سنتيمترا. بالمناسبة نصيري هو أطول من رونالدو بسنتيمتر واحد. جميل. لكن